ما جاش ابدا على بالي بيني وبين. صراحة يعني كده ده احنا اتجوزنا. انا اعرف مين اللي قتل ادهم وهقول لك. أهلا بيكم وفيديو جديد وملخص جديد لأحداث الحلقة 28 من مسلسل سيد الناس. بتبدأ الحلقة وبنشوف آسر بيقول لوالدته آمنة يا رب تكوني مش فتانة زي جد ربيع، وما قلتيش للجرح إن أمه سناء. وهنا بنشوف الجرح بيصحى من النوم على صوت آسر وهو بيقول كده، وكان متفاجئ ومصدوم قوي. وبيقول الجرح لابنه انت بتقول ايه يا آسر؟ سناء تبقى أمي؟ بتقول له آمنة ايوه يا جرحي سناء تبقى أمك. بيقول لها الجرحي وانت كنتي عارفة؟ بتقول له لا والله انا لسه عارفة، وكنت جاية اقولك لقيتك جايب فتحية وداخل بيها على البيت. وهنا بنشوف الجرح بيقول لنفسه انا امي سناء وبيروح ناحيتها. سناء بتكون بتكنس وبتنظف، ولكن لما بتشوفه بتفهم انه عرف ان هي بتكون امه. وبيقول لها الجرحي كل السنين دي يا سناء، كل السنين دي وساكتة؟ كم مرة عيطت قدامك وانا عيل صغير من قسوة اعتماد واخواتي عليا؟ كم مرة شفتيني وانا محتاج حضن امي يا قلبك؟ يا قلبك يا سناء، كنت فاكر ان ابويا اكتر واحد قسي عليا في الدنيا لما خبى عليا مين امي، لما مسح كلمتها من حياتي كأنه بيمسح خانة من بطاقة، لما حكم عليا باليتم قاصد، لما حكم عليا بسؤال طول عمري ملوش إجابة، وحكم عليا بعقاب من غير ذنب. يا ريتني كنت شلت كل ذنوب الدنيا ولا عرفت إجابة سؤال رمتني في دوامة 100 سؤال أصعب. سبت ابنك ليه يا سناء طول السنين دي وعيونه مليانة يتم وقلبه مليان وجع وحيرة؟ سبتيه ليه غريب وسط أهله؟ حرمت ابنك يا سناء من أحلى كلمة في الدنيا. وإيه يساوي العمر اللي ضاع؟ انت أم يا سناء، أم إزاي انتي؟ كل ده وسناء ساكتة وما بتتكلمش والدموع في عينيها. وردت سناء هنا وقالت له كنت عيلة بضفاير، بنت خدامة ويتيمة، جيت واشتغلت في البيت ده واعتماد عملتني أسوأ معاملة، بس رشدي كان طيب وكان لسانه حلو وانا حبيته، خدت بالي منه واهتميت بيه لحد ما حس وجه وقال لي انا تعبان مع مراتي يا سناء ما بتحبنيش وعايزة اتجوزك. سيبني البيت ولميت حاجتي ومشيت من هنا واتجوزني وقعدني في بيت تاني، بس طلب مني ان انا محملش، ولكن إرادة ربنا خلتني حملت، مع إني والله كنت بستعمل وسيلة علشان ما يزعلش مني. اتضايق قوي لما عرف إني حملت، بس لما خلفتك وشافك فرح قوي، ده حتى اتعلق قلبه بيك وما كانش يقدر يبعد عنك لحظة، لحد ما في يوم وانت عندك 3 أشهر قال لي أنا هاخد ابني في حضني وهاخده يعيش عندي في البيت. أنا كنت ساعتها هموت، قلت له طب قول لاعتماد إنك اتجوزتني، قال لي لأ ابني ما ينفعش يتقال عليه إن أمه خدامة. وخدك البيت وقال لاعتماد وهددها انه لو سألته مين ام الواد ده هيطلقها. هي خافت وسكتت وانا نزلت حبيت على رجله علشان ما يفرقنيش انا وانت عن بعض، فوافق اني ارجع اخدم في البيت ده تاني، بس على شرط اني ما اقولش لاي حد ان سيد الناس تبقى امه سناء الخدامة. وجيت واشتغلت وفضلت جنبك ووفيت على وعدي معاه. قال لها الجرحي لو في حياته كنت خايفة منه ما قلتيش ليه بعد ما ماتوا؟ قالت له سناء علشان ما يتقالش عليك ابن الخدامة، علشان مفيش حد يتكلم عليك نص كلمة. وهي بتتكلم سناء بتحاول تقرب له وبتحط ايدها كده ناحيته وزق ايدها الجرحي وقال لها امشي، لم هدومك وامشي من البيت وانسي انك كنت تعرفيني في يوم او انا اعرفك، انتي اكتر حد ظلمني في الدنيا. وبيسيبها وبيمشي وبيروح عند اوضته. بتبكي سناء وبتروح وراه الأوضة وبتطلب منه إنه سامحها، وبتقوله سناء حقك عليا، أنا والله ما كنت أقصد إني أتعبك ولا أعذبك، أنا اتعذبت أكتر منك يا جرحي واتظلمت أكتر منك، على الأقل أنت ما كنتش تعرف، لكن أنا اللي كنت شايفة وبصة وشايفة ابني قصاد عيني، ولا عارفة أقوله ولا حتى عارفة أخده في حضني. وبتعيط سناء قوي وبتقوله أنا اتعذبت عذاب محدش يقدر يستحمله يا جرحي، كل ده علشان خاطر عينك يا حبيب أمك. كل ده وسناء بتكلم الجرحي وهو مديها ظهره، وبتقوله سناء وحياة سيدك المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام وحياة النبي لا تسامحني. وبيلتفت هنا الجرحي لأمه وهو عمال يعيط، وبنلاقي هنا أحمد سعد بيغني أغنية تقطع القلب فعلا، وبيعيط قوي الجرحي وبيروح ناحية سناء ورجليه مش شايلاه حرفيا، وبيترمي في حضنها وبيفضلوا يعيطوا الاتنين. وبنسيب الجرحي وأمه سناء ياخدوا أحضان في بعض لحد ما يشبعوا، وبنروح لمشهد تاني بنلاقي سماح بتخبط الباب على بيت فاروق الجباس، وبتقول لها وعد انت داخلة مرحاض عمومي يا روح أمك؟
مش تستني لما ست البيت تقولك اتفضلي؟ قالت لها سماح ست البيت مين يا بت، ده انتي اخرك خدامة سرير. وقالت سماح لوعد فين فاروق يا شمال؟ قالت لها مريح اصله بيتعب قوي اليومين دول. وبتدخل سماح الأوضة عند فاروق وبتقول له قوم اصحى، وبتطلب منه انه يطلع وعد بره علشان هي عايزاه في موضوع يخصهم هما الاتنين. وهنا فاروق بيفهم ان سماح عرفت حاجة وبيقول لوعد اطلعي بره، وطبعا وعد بتتصنت على الباب. وهنا سماح بتقول لفاروق الجباس ازاي عرفت تعمل كده في بنتك، ما تبصليش كده وعينيك تروح وتيجي، البت حكت لي على كل حاجة. وهنا بيتفاجئ الجباس ويقول لها مش فاهم. بتقول له سماح لا انت فاهم كويس وعارف انا بتكلم عن ايه، بقولك ميادة قالت لي على كل حاجة. وفلاش باك وبنشوف ميادة بتقول لأمها وانا لو قلتلك مين اللي قتل ادهم هتقولي لحد؟ قالت لها هي لا مش هقول قوليلي. وبتقول ميادة لأمها ابويا هو اللي قتله. بتتفاجئ سماح وبتلطم على خدودها وبتقول لها طب لما ابوكي هو اللي قتله ما قلتيش ليه؟ وبتحكي لها ميادة وبتقول لها لما اتجوزنا انا وادهم كتبنا الكتاب في بيت صاحبه، واحنا نازلين علشان نروح بنشوف ادهم بيقول لها افرحي يا نكدية ده احنا اتجوزنا، وبيلاقوا في وشهم فاروق الجباس. وبيبص هنا لبنته فاروق الجباس وبيقول لها اتجوزتي من ورايا يا ميادة، اتجوزتي من ورايا يا بنت الكلب. بترد عليه ميادة وهي خايفة قوي وبتقول له انت عرفت منين؟ قال لها من نصاحة البقف اللي جنبك. طب كنت اخترت مأذون بعيد عن المنطقة حد الجبس ما يعرفوش. قال له ادهم انا جيت لك البيت من بابه بس انت طلعت راجل مش تمام. وهنا الجباس بيبص لبنته وبيقول لها وكنتوا فوق بتعملوا ايه في شقة صاحبه دخلة ها؟ وهنا الجباس بيطلع الطبنجة وبيضرب ادهم في راسه. وبتكمل ميادة كلامها وبتقول لها بعدها خوفني وقال لي اني لو عرفت حد ان هو عمل كده هيقتلك انت كمان، هو اللي حفظني اقول ايه في الاسم واقول ايه كمان قدام المباحث، ولما جه هنا هددني تاني. وهنا الجباس بيقول لسماح بنتك كدابة والكلام ده كله ما حصلش. بتقوله سماح انت اللي كداب، انت اللي قتلته يا فاروق. ووعد هنا بتتصنت وسامعة كل حاجة، واول ما بتقوله سماح انت اللي قتلته يا فاروق بيقوم بسرعة وبيشوف مين اللي واقف على الباب، ولكن وعد بتكون مشيت. وبيقفل الباب كويس وبيرجع يقول لسماح كل الكلام اللي قالتهولك بنتك كدب. يظهر بقى ان دماغها لسعت من فراق حبيب القلب. بتقوله سماح انت اللي كداب يا فاروق، اسمع انا مش هسيبك دلوقتي غير لما تيجي معايا النيابة وتحكي على كل حاجة. قال لها اقول ايه انتي هبلة مجنونة عايزاني اروح النيابة واقول لهم لو سمحتوا اعدموني حبل والنبي؟ اسمعي مني كلمة واحدة لو وصلت لحد من اللي قالتها بنتك دي وعرض اختي لا تكوني انت وهي محصلين ادهم. قالت له سماح تبقى غبي يا جباس لو فكرت اني هخاف، بنتي لازم تخرج من الموضوع ده باي شكل، والشيله الوسخه دي لازم تشيلها لوحدك يا اما هخليك تحصل ادهم بس على ايدي فاهم؟ بيقول لها هنا الجباس ما انت اللي مش مدياني فرصه اخلصها يا سماح، اصبري عليا بس وهتشوف انا هخلصها ازاي. عارفه يا سماح رغم ان انا قلبي موجوع ان بنتي بترمي بلاها على ابوها بس انا هفضل اجدع منها وهطلع واقف معاها لحد ما اخلصها من المشكله دي. وهنا بنروح لمشهد تاني وبنشوف ام رباب بتقول لابو طالب انا مش فاهمه يعني هو جايب حكومه علشان تحميه منك؟ قال لها ابو طالب ما هي خلاص مش فارقه تحميه ولا لا لاني ما عايزش منه حاجه. قالت له هي ايه ما عايزش منه حاجه دي، هو انت سامحته ولا ايه؟ وهنا بيضحك ابو طالب وبيقول لها لا ما بسامحش انا، ده انا غلاوي من ظهر غلاوي والمسامحه ما عدتش نواحي دارنا لا تعرفنا ولا نعرفها. قالت له ام رباب امال ايه ما عايزش منه حاجه ما تفهمني؟ قال لها ابو طالب نوير الفيومي كلمني اقول لك قال لي ايه ولا فهمتي؟ قال لي انك بعتيله ال4 مساخيط وجبطتي. عارفه انا كان ردي عليه ايه؟ اني ما خدش فلوس من حرمه. وهنا بنشوف ام رباب هتعملها على روحها وهي قاعده وبيكمل كلامه ابو طالب وبيقول لها حتى لو كانت حرمه خاينه ابويا كان قال لي مره اللي تستحي تاخد منه مال خد روحه. وبيقوم على حيله وبيطلع الطبنجة وبتقول له ام رباب بتعمل ايه يا ابو طالب؟ بيقول لها بعمل بوصية ابويا الله يرحمه، وقام طخها عيارين. وبعدها بنروح لمشهد تاني وبنشوف الجرحي ماسك امه سناء وطالع بيها بره وبينادي على الناس وبينادي الجرحي وبيقول يا جدعان يا جدعان يا اهل المنطقة. وبنشوف الناس هنا بتتلم على صوت الجرحي وكمان اعتماد وولادها بيبصوا من البلكونة وكمان نفع وعيلتها بيبصوا كمان. وبيقول الجرحي عايزكم تسمعوني كلكم. وبيقول الجرحي مرة واحدة الحاجة سناء طلعت امي. هنا بنشوف نظرة فزع في عيون اعتماد مش مصدقة ابدا اللي بتسمعه
وبيقول الجرح تاني: الحاجة سناء طلعت أمي، وكانت مخبية كل السنين اللي فاتت إن الجرح أبو العباس أمه خدامة. وهنا كل اللي بيسمع مستغرب ومش مصدق ومش مستوعب، مع إنه كان واضح قوي إن سناء بتكون أم الجرحي. وبيقول الجرحي بصوت مخنوق من البكا: الحاجة سناء طلعت أمي، وكانت مخبية كل ده علشان ما يتقالش عليا إن أمي خدامة. وبيوطي الجرحي على جزمة أمه وبيقول: آدي جزمة الخدامة. وهي بتقوله: لأ يا جرحي، وبيمسكها وبيبوسها وكمان بيحطها فوق دماغه. وبتعيط سناء قوي وبتاخد منه الجزمة وبتحضنه جامد. وبنشوف اعتماد وهي باصة من البلكونة هتنزل عليها جلطة حرفيا. بعدها بنشوف سناء بتدخل البيت كده وهي مفتخرة بنفسها، خلاص بقى بقت ست البيت. وبتيجي عليها اعتماد بسمها ونارها وبتقول لها: طلعتي انتي يا سناء، بتغفلين العمر ده كله، طلعتي انتي أم الجرحي، لفتي على رشدي واتجوزتيه وخلفتي عيل علشان يكوش على مالي ومال عيالي. لا وخبيثة قاعدة في وشي طول العمر وانت عمالة ترسمي وتسطري، واستنيتي لما رشدي مات ونصبت السيرك انت وابنك وعايزاني اقبل بقى. بتضحك سناء وبتقول لها: تقبلي ما تقبليش مش فارقة، توافقي ولا لا دي تخصك، بقولك ايه يا اعتماد. قالت لها اعتماد: اعتماد؟ بتقول اعتماد؟ قالت لها: ايوه اعتماد، انا يا اختي لا لفت على رشدي ولا رسمت ولا اتنيلت زي ما انت بتقولي، انا يا اختي اتجوزت على سنة الله ورسوله وجيت هنا علشان اكون جنب ابني اللي كنتي انت في يوم من الايام عايزة تحدفيه من البلكونة وهو حتة لحمة حمرا، ابني اللي انت طول عمرك بتحاولي تكرهي الكل فيه، ابني اللي ما كنتيش بتسيبيه يتهنى على لقمة وهو بياكل وسط اخواته، وكنتي دايما بتسمي بدنه، وكمان بقى لو شفتيه في حضن ابوه بتفضلي تعملي افلام ومسرحيات. على فكرة الجرح لو كان متربي رباية تقرف زي عيالك كان وراك الويل، لكن هو يا حبيبي الخير جواه ومن أدبه عمره ما كان بيرد عليكي. ردت اعتماد وقالت لها: واقفة في وشي وبتقوليلي يا اعتماد وبتبجحي وشايفة كمان ان ربايتي لعيالي تقرف؟ قالت لها: ايوه تقرف، ده اللي ما بيشوفش من الغربال يبقى اعمى، ده انا ياما كنت بحاول الم وراكي لخاطر وجه الله علشان عيالك يتربوا كويس، لكن انتي كنت بتيجي تبوظي كل اللي انا بعمله. مستغربة قوي لما بقولك رباية عيالك تقرف. مجدي ابنك قتال قتلة، لا فالح في علام ولا فالح في شغل، وعفيفي ابنك اللي مقضي طول عمره في حضن المخدرات وكل جوازاته باظت، ده غير انه كمان بيتاجر بالدين بتاع ربنا، وعليا اللي ما بتحترمش حد ولا حد بيطيقها وكمان طالعة شح، والجنيه عندها اغلى من امها وابوها واخواتها. اللي متربي هو الجرحي، واللي متربي هو ابن الخدامة، واللي متربي اللي انتي ما تدخلتيش في تربيته. ردت اعتماد وقالت لها: بكل اللي فيهم هيفضلوا عيال اعتماد الهواري، متشافين عيال اعتماد الهواري، مش زي الجرحي اللي متشاف طول عمره من غير وهيكمل بقية عمره متشاف ابن الخدامة. قالت لها سناء: البني آدم بنفسه يا اعتماد، والناس بتعامله زي ما هو بيعاملهم. وقالت هنا اعتماد: ده انا هفضل وراه طول العمر واخلي كمان الخلق تقوله يا ابن الخدامة، ولا عمري هخلي حد يقوله يا سيد الناس. قالت لها سناء: محدش يقدر يقوله يا اعتماد وانتي عارفة كده، ولا اتخلق لسه اللي يقدر يقوله، انا ابني سيرته مسمعة في مصر كلها ولا اجدع شنب يقدر يقوله حاجة، واحسن لك تسكتي يا اعتماد علشان انا دلوقتي وديني وايماني محد هيقدر يخلصك مني، ولو وصلت اني انا اقتلك واتسجن علشان هو يرتاح انا هعملها. بتمسك اعتماد في سناء وبتقول لها: اسمعي يا سناء، انتي لو كنت شفت شر مني قبل كده فاعتبريه تسخين، ولو مش طلعتي ام الجرحي، لو طلعتي ام رشدي ابو العباس نفسه، هتفضلي قدامي سناء الخدامة بتاعتي وهديكي بالشبشب، ومحدش هيخلصك مني انتي وابنك، محدش هيحميكم، وهنشوف مين اللي هيضحك في الاخر. وبعدها بنروح لمشهد تاني وبنشوف عيال اعتماد متجمعين وهم بيجيبوا سيرة ازاي سناء تكون ام الجرحي، وبيقولوا لنفسهم كانت واضحة جدا وضوح الشمس، وبنسيب عيال اعتماد يتكلموا ويهروا مع نفسهم وبنروح لمشهد تاني وبنشوف وعد مرات الجباس التانية بتتصل على الجرحي وبتقوله قاله. بيقول لها: مين؟ بتقول له: انا وعد يا سيد الناس. بيقول لها: ها يا وعد خير. وهنا وعد بتقول له: انا اعرف مين اللي قتل ادهم وهقولك، وبيتصدم قوي الجرحي. وده بيكون اخر مشهد في الحلقة 28 من مسلسل سيد الناس. استنونا فيديو جديد وملخص جديد لاحداث الحلقة 29 في نفس الميعاد بكرة ان شاء الله.